محدش بيقول انه الطلاق سهل، ولا تجربة الطلاق سهلة، لا على راجل ولا على ست، سواء كانوا هم عايزين اصلا يطلقوا او لا. برضو بيبقى في مشاعر، لانه في عشرة وفي تاريخ وفي ذكريات وفي يعني حاجات كتيرة اتبنت، ده جزء من الحياة، فأكيد ما بيبقاش سهل. ولكن مهم جدا علشان كده إنه ما ناخدش أحكامنا على الطلاق بطريقة يعني نقدر نقول طفولية أو رومانسية أو من فوق الوش. الحقيقة إنه زي ما قلت الطلاق ده ما بيبقاش لحظة، اللحظة دي مش وإحنا يعني قررنا إنه يلا بينا على المأذون، لكن الطلاق ده يعني محطات كبيرة جدا. حصل قبلها، قبل الطلاق الرسمي حصل شوية طلاقات وشوية انفصالات سواء نفسية أو فكرية، فهو مش طلاق واحد، هي تدريجات أو تدرجات للطلاق الرسمي الكبير. عشان كده مهم جدا في العلاقات ننتبه لمحطات ممكن تؤدي إلى الطلاق. الناس تتكلم مع بعض وهي فاتحة قلوبها وفكرها بطريقة انه ناخد ايدينا بايدين بعض علشان ننقذ العلاقة، وعلشان نوصل بالعلاقة للحتة اللي يمكن كانت مستخبية وبنكتشفها دلوقتي علشان تنتج علاقة قوية وحقيقية. المسألة مش بس انه حسينا باختلافات فيلا بينا على المأذون. لو كنتي في موقف يسرى اللوزي وجه زوجك في وقت الطلاق بدل ما يقول الصيغة بتاعة الطلاق قالك بحبك، هتعملي ايه؟ وكمان انت كراجل هل عندك من الشجاعة انه في وقت الطلاق تقول لمراتك قدام المأذون، قدام الشهود، قدام الناس انا بتراجع، خلينا ناخد فرصة تانية؟ شاركوني بآرائكم، لانه ده هيساعد ناس كتير قوي انها تفهم موقف الطلاق ده عامل ازاي، ويمكن اعادة الحسابات ومراجعة النفس تخلي العلاقات تروح في سكة اكثر امانا. ربنا يخلي كل واحد لزوجته ويخلي كل واحدة لزوجها، ويبارك في حياتكم وصحصحوا علاقاتكم وخلوها تصح. وتصح هنا خلوا فيها صحة نفسية، خلوا فيها صحة عاطفية، انقذوا علاقاتكم وقربوا من بعض، لأنه الطلاق مش مسألة سهلة أبداً.